بنتي وابني دول وبهدلوني ولوطوني طين ووجعت هنا هو اتزوج ضربوني هنا هوت وهنا هنا وهنا وانا كان عندي جلطه واتبهدلت وبتاع المستشفى عمل لي وقال لي انا لازم اخد حقك يا حاجه وبقى زعلان. انا لازم اخد حقك يا حاجه وانا ضاربيني ومبهدليني وهنا والله فاصل. اسم محمد. اهلا بحضرتك. حضرتك عندك كلام كتير قول لنا بقى. طبعا في الظروف ديت وفي الاوضاع ديت توجهت انا ووالدتي واختي الموجوده حضرتك وشقيقي مسافر بالخارج ونازل اجازه، بعد ما جينا مضروبين ومتعصين طين وبنجرى ورانا بالمناجل والفوس. طلعنا على سياده النائب العميد سيد احمد محمد سيد احمد قبل الموضوع بتاع خلع الرجم الحدودية. طبعا خلع الرجم الحدودية ثبت بمحضر السيد الأستاذ معاون التنفيذ والشرطة ورجل الإدارة ومدير الجمعية، وثبت بعد كده بتحريات المباحث حضرتك لو عايز تشوفها. تمام. حضرتك ورا تاني. تمام. طبعا احنا لما اشتكينا في العمويد في الجهات المختصة قالوا ان العمويد ديت عمويد بتصل الى عدادات كورية في بناء مخالف في اراضي زراعية بتتزرع على حساب اللي باني دون ادنى مسؤولية من شركة الحكومة، من شركة الكهرباء او من الوحدة المحلية. لما رحنا لسيادة النائب العميد سيد احمد محمد سيد احمد عرض عليهم الامر للحلول الودية والقعدة العرفية، فهم رفضوا، قالوا يشكي زي ما يشكي مش هيطول حاجة. طبعا لما اتعمل محضر دخول عقار ملك الغير من المحضر وبرضه من الحجة والقضية اكتملت الأركان، بدأوا الناس تقول لهم حلوا مع محمد توفيق. أحد المشكو في حقهم الأول قال أنا مش هحل إلا لما أبور له أرضه. طبعا في الوضع ده قطعة الأرض اللي هي 4 أرات إلا ربع أو 3 أرات و18 سهم أنا مش عارف أوصل لها بشتى الطرق إن أنا أزرعها، وهم بيقولوا إن أنا اللي مبورها. طبعا حضرتك نزلت معاينات كتير. لما المسجد اللي بجوار الأرض اتهد أو بينه وبين الأرض أحد المسجونين الآن خدوا الهدد وحطوه في المنطقة اللي هم معتدين عليها ديت وعملوها ان هو طريق من زمان. في الوضع ده علشان انزل واتكلم جايلي 1000 تحذير منهم ان انت لو نزلت العزبة هتموت، هنقتلوك وهنذبحوك وهناخد الارض. في الوضع اللي انا خايف اصلا انزل فيه بلدي، وامي خايفة تنزل ارضها وبيتها ملكها وهي محرومة منه، اصبح المزارع يهدد بانه مش هيضم الغلة، مش هيزرع الارض، اطلع من ارض احنا حطناك في دماغنا ما تخليناش نأذوك. فجم في ضم رز في سنة من السنين وضعوا حديد في الرز مخفي ماهوش باين للضمامة، عطل الضمامة يوم بليلة في الارض وكلفتنا مصاريف باهظة. في الوضع ده خدنا الحديد انا والمزارع ورحنا للعمدة، برضو العمدة ما جابش معاهم نتيجة. القضية اكتملت الاركان، وده شغل القضاء المصري العادل لا دخل لأحد فيه. طيب يا استاذ محمد، النهارده لو انطلبت اكمل حضرتك بعد اذنك. طبعا القضاء لا يعرفني ولا يعرف الست والدتي ولا يعرفهم ولا بينه وبين حد فينا حاجة. ده اسمه العدالة واسمه القضاء، بينظر الى القضية ويحكم فيها بالقانون، وكلنا راضون بحكم القضاء المصري العادل. حكمت المحكمة بحكم أول درجة، وبعد كده تم الاستئناف، وبعد كده دخلوا جلسة المعارضة الاستئنافية معاهم
6 شهود زور كاتبين إقرارات شهادات في الشهر العقاري. أولا واحد كاتب إقرار شهادة إنه مأجر الأرض مني وإن مفيش تعديات، وطبعا هيئة المحكمة الموقرة سألته عن عقد الإيجار أو سألت المحامي عن عقد الإيجار، قال مفيش. التاني عامل إقرار شهادة إنه بينكر كل ما حدث وإنه كل اللي حصل ده ما حصلش، وإن إحنا بننعم في أرضنا وإن مفيش أي تعديات ومفيش أي وصول وإن الناس دي ما عملتش حاجة وإن الناس دي أبرياء وإحنا ظلم. وطبعا هيئة المحكمة الموقرة لها الحكم. طبعا معهم واحد واقف قال لهم 5 دقايق بس في القفص وهتطلعوا تولعوا في الغلة وتبيعوه داره وغيطه في قعدة، وانا هقعدت لكم وبيع لكم داره وغيطه واللي وراه واللي قدامه. طبعا في الوضع ده من وقت الاستئناف للمعارضة الاستئنافية كان شهر او شهر و5 ايام، راحوا للراجل اللي زرع بيته قالوا له ما تنزلش الارض، والارض ديت مش بتاعتهم ده بتاعتنا، والغلة ديت ما هيش مضمومة، ولو شفناك في الارض هنذبحوك، والغلة ديت هيحصل لها وهيجرى لها وهيخليها، وهو لو جه هنا هيحصل له وهيجرى له وهيخليه تهديد بالقتل والذبح. حصلت المعارضة الاستئنافية وهم في القفص، وشاء السميع العليم أن يقضي القضاء المصري بعد قضاء الله عز وجل في هذه القضية. بعد ما القضية تقاضت ودخلوا السجن، أنا طالع من بيتي تاني يوم بعد الظهر فوجئت إن 2 حريم منقبين بيجروا عليا. طبعا خشيت الفتنة دخلت بيتي تاني، رنوا الجرس، طلعت انتوا مين؟ احنا قرايبك. انا ما اعرفكمش، هم منقبين. طبعا ادعى من ادعى علي ظلما وزورا ان انا قلت انا طلبت الملايين وطلبت الفدادين وطلبت. انا ماليش مطالب عند حد الا الله ثم القضاء المصري العادل. فيه دعوة مدنية تختص بها المحكمة المدنية المختصة للفصل فيما أصاب الست وأصابني من أضرار نفسية ومادية ومعنوية، تفصل فيها المحكمة كيفما تشاء، ونحن راضون وراضخون لقضاء مصر العادل الشامل. أنا لم أطلب من أحد شيء. طيب فوجئت إن فيه تليفونات كتيرة بتتصل بيا علشان تحل الموضوع معايا بطريقة التهديد، إن هم 2 سنين والسنة في السجن 6 أشهر وهيطلعوا بنص المدة، هتندبح وهتنقتل، وانسى انك لك ارض في الفكهة الجبلية. انا ماليش، هي ارض والدتي. دي كل التليفونات اللي بتيجينا حضرتك لحد النهاردة، وان حريمهم فعلا راح يولع في الغلة وناس حاشتهم، وان هم منعوا اللي زارع الارض اللي ما كانتش معتدى عليها، ومنعوا الناس اللي مأجرة البرسيم ان هم ينزلوا الارض، والناس بهايمها قاعد بقالها اسبوع دلوقتي بتموت. وكل دي التليفونات وكل دي الحاجات وكل ده اللي بيوصلني منهم لحد دلوقتي، الى ان فوجئت ان هم طالعين على النت صراخ، بكاء، صويت، عياط عند المسجد. وسمعت واحد طالع على النت وبيقول ان انا سجنت ناس ظلم، وبيقول ان انا مسجل خطر. انا عايز اعرف انا امتى اتسجلت خطر، وانا عايز اعرف انا بسجن ولا بطلع من السجن، ولا القضاء هو اللي بيحكم والشرطة المصرية النزيهة بتنفذ. وانا عايز اعرف هو في حد بيتسجن ظلم، وانا عايز اعرف واعرف ان الناس اللي كلها افترت عليا الكذب وادعت عليا ادعاء كاذب ان الله عز وجل هو الحق الوكيل، وان الله عز وجل هو الحكم العدل، وان الله عز وجل لا راد لقضائه، وأن الله عز وجل هو من فوض القضاء المصري العادل لأخذ حق الست الكبيرة اللي لحد النهاردة بتتهدد. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وهي ست. لو يعلم الظالم غصة قلب المظلوم وقرحة قلبه
وكم إن أنا وأمي دي سهرنا ليالي جافة جنبنا المضاجع من المظلمة ومن التعدي ومن الإثم والعدوان ظلم، ومن هم كانوا قاعدين في بيوتهم بيضحكوا ويهزروا بالليل ويقولوا عملنا فيهم وخلينا فيهم، ونحن ليس لنا إلا الله. إنما حدث في هؤلاء هي دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل سمعها الله ولم يسمعها هؤلاء. ولتعلم كل تلك القرية أن الظالم لن يهنأ، وأن المظلوم لن يهدأ، قوسه قلبه المقروح، ووتره سهام الليل، دعاؤه معلق بسقف بيت الظالم، سيفه حسبنا الله ونعم الوكيل، أستاذه صاحب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كل ما حدث هو قضاء الله عز وجل، وكل ما حدث هو القضاء العادل، والقضاء حكم بالسجن، والسجن ده نصرة للمظلوم وردعا للظالم عن ظلمه. سمعت من أحد الأقاويل إن منهم واحد عنده 6 أولاد أو 6 بنات أو 7 بنات. طيب لما الظالم أو الغاصب للأرض أو المعتدي وقت الاعتداء نظر إلى أولاده دول، ما أخذتوش الشفقة بيهم إن هينحط في المكان ده في اليوم ده جزاء إنه ظلم دي، ما بصش لوالدته المسنة الكبير وحط والدتي مكان والدته، يقبل إن حد يتعدى على أرض والدته في سنتي؟ يقبل إن حد يضرب أمه الكبيرة المسنة في أرضها ويكرشها من ملكها، يقول لها مشي انت ملكش حاجة هنا؟ طيب في ناس كبار كتير أفاضل في القرية دي كلهم شافوا اللي حصل وكلهم عرفوا اللي حصل، كلهم ما طلعوش مع الحريم اللي طلعت تصرخ وتصوت، وبيقولوا أهل بلدة كلها طلعة، وهم كل اللي موجود قرايبهم وأهلهم، وباقي العزبة وقفت على الحياة، أو وباقي القرية وقفت على الحياة. طيب لو كل واحد استحل العقوبة، استحل انه يرتكب جريمة او يرتكب جنحة او يرتكب جناية ويتحامى في عياله ويقول اصلا انا عندي بنات، طب انت ما اتجدش ربنا فيهم ليه انك تأكلهم حرام، انك تقتطع ارض من ارض الناس وتاخدها ظلما وعدوانا بدون اي وجه حق، وتقول اصل دي سكة ودي طريق، ومين اللي عملوا سكة ومين اللي عملوا طريق؟ ثانيا بقول للناس اللي اتجمعت والناس اللي اتجمهرت والناس اللي ادعوا ان احنا ظالمون، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأنا بشكر حضرتك لسعة صدرك إنك اتسع صدرك لسماعي أو سماع جزء من المشكلة لإظهار الحقيقة وردا على من ادعى علي ظلما وزورا إن أنا افتريت عليهم وأنا ما بإيديش حاجة. أنا راجل مواطن مصري زي ما حضرتك شفتني، أمي ست مسنة كبيرة، كل اللي طالبينه في الدنيا إن إحنا ناخد حقنا ونقعد في ملكنا ونعيش في أمان. ما طلبناش حاجة من حد وما طلبناش حاجة من حق حد وما طلبناش ناخد حاجة حد، إحنا كل اللي طالبينه حاجتنا. طب يا أستاذ محمد، وكل اللي طالبينه إن إحنا نعيش في أمان. دلوقتي يا أستاذ محمد العميد سيد أحمد متدخل وناس كتيرة متدخلة عشان تقعدوا مع بعض وتشوفوا الوضعية، هل حضرتك عندك اعتراض من كده؟ يا سعادة الباشا يا سيد الفاضل، أولا كل الناس اللي اتصلت بيا أو كل الناس اللي جات لي جاية تضغط عليا أنا وتهددني أنا، ولكن أنا النهاردة كنت مع سيادة العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد وجلست معاه
وتفاوضنا ان اذا كنت ان احنا ناخد حقنا ويكون في سبيل ان احنا ناخد حقنا، انما ما ناخدش حقنا يبقى القضاء العادل الشامل ياخد مجراه في القضية اللي احنا اتظلمنا فيها انا وامي وتحرمنا من ملكنا. ان شاء الله كل حق هيرجع لاصحابه باذن الله. وانا شايف الحاج عايزه تقول حاجه، عايزه تقول ايه يا حاج؟ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. ضربوني في وسط ارض كده اهو، انا وبنتي وابني دول، وبهدلوني ولوطوني طين، ووجعت هنا هو ضربوني هنا هو وهنا هنا وهنا، وانا كان عندي جلطه واتبهدلت. وبتاع المستشفى عمل لي وقال لي انا لازم اخد حقك يا حاجه، وبقى زعلان. انا لازم اخد حقك يا حاجه، وانا ضاربيني ومبهدليني وهنا. والله الراجل بقى متاثر. والمعاينات والله اللي بتيجي، المعاينات حضرتك اللي بتيجي بتشوف الوضع القائم الحالي. طب هم ردموا المصرف وعملوا طريق وجابوا هدد الجامع وحطوا عواميد، المعاينه بتيجي تقول انا شفت كذا وهذا وقت اجراء المعاينه. طبعا القضيه بعد المعاينه بتكمل، مش كل حاجه موجوده يعني. المعاينه جابت ورق موجود وكل حاجه موجوده. لا، المعاينه ما بتشوفش الاوراق، المعاينه بتيجي تقول انا شفت كذا وهذا وقت اجراء المعاينه على المتضرر اللي هو احنا. قصدي حضرتك يعني المعاينه لما اتعملت كتبوا بيها ورق على الطبيعه بس وقتها وبتتقدم لهيئه المحكمه الموقره. تمام. وبعد المعاينه بيتم في حاجه اسمها معاينه نيابه، والمعاينه النيابه فصلت ان ده معتدى عليه. بعد كده بيبقى في اوراق ومستندات بتثبت احقيه الست ديت في الارض ديت. بعد كده بيبقى فيه براهن ودلائل واستندات بتستند عليها هيئه المحكمه الموقره. تمام. اعزائي المشاهدين، طبعا جينا للاستاذ محمد على طلبه، وزي ما قال انا قلت جزء من المشكله، وبرضو زي ما شفنا الاستاذ محمد مش مانع باي شيء ان كانت اعداد او اي حاجه، بس عايز حقه في ارضه وحقه في اي حاجه، وحسب ما يتم. اذا كانت في قاعده رسميه طبعا الكل يتخاضع بيها، واحنا معاكم في كل مشكله ومعاكم في حل المشكله. وان شاء الله ان ربنا ييسر الحال وتم الصلح في عاداتنا، هنيجي بعدسات قناة الحياة وهنصور ان شاء الله. استاذ محمد رايح ارضه والناس طالعه من السجن وكل واحد ياخد حقه، وان شاء الله في الخير دايما، وكل عام وانتم بخير. شكرا لحضرتك.